موضوع الخطبه ده موضوع كبير جدا وكان من زمان. يعني زمان كنا نشوف الست كده داخله بالملايه اللف، ودايما كانت بتشتغل في حاجات الستات، وتدخل تقول انا الخاطبه وتعمل كده، وتدخل بقى تبقى معاها مجموعه كانت بتقولي صور. ايه يا ريهام معلش تاني؟ انا الخاطبه. اوكي. لا، ومجموعه صور كده تلاقيها داخله بيهم، وقاعده تفرج الراجل يقول لها لا دي لا دي لا دي، نفس الحكايه، وتلاقيهم قاعده تدور وتعمل. والايام دي بقى يعني بقى في موضوع الخطبه بس بقى بشكل راقي شويه، مكاتب. يعني انا دخلت امبارح اسرش كده، لقيت ان ايه، لدينا جميع المستويات، لدينا جميع المؤهلات، لدينا جميع ايه الاعمار. يعني ايه، بتقبلوا اطفال يعني ولا ايه؟ والله في الاعلان بتاع الخطبه حاجه غريبه جدا. وايام بقى، ايام بقى المماليك بقى واللي احنا كنا بنسمع عن جمالهم ولبسهم وسيوفهم وجمالهم. تفتكروا كده مين كان يحب ايام الخطبه كده ان بيبرس فتى احلامكم كان ايه ساعتها؟ ممكن كنت تقولي للخطبه انا عايزه مين؟ انا فتى احلامي لو ايام زمان عامه او دلوقتي لازم يبقى دمه خفيف عشان ما ازهقش. هو فتى احلامك معروف، وخلي بالك انت مروحه خلاص هو تاني. قفلنا، مفيش فتى احلام، مفيش خلاص، احنا اتجوزنا. احنا بنقول زمان يا جماعه، زمان اوكي كان في فتى احلام برضه هو نفس فتى الاحلام الوحيده اللي عندها فتى احلام. صاحبتي وبلحقها معلش عشان عارفه اللي هيحصل. لا انا اللي يهمني قوي بجد ان الراجل يبقى دمه خفيف، لان الراجل اللي هو بيبقى دمه تقيل ده ما اقدرش اعيش معاه مده طويله بصراحه. يا دوب اخده بس بزهق. دوره تلفزيونيه لا وارجعه على طول. يعني اللي دمه خفيف ده بيبقى كده فيه روح الفكاهه، وحتى لو بنتخانق ممكن يقول حاجه فتضحكي فالموضوع يخلص. يعني انت ممكن تتجوزي، يعني ممكن خطبه تجيلك البيت ايام زمان طبعا، وايام سحيق الزمن، وحتى لو دلوقتي ممكن تجيلك خطبه، او دلوقتي ممكن لو انت ما كنتش متجوزه تجيلك الخطبه وتوريكي الصور. لا. وده بدقن وده اصلع وده بشنب. اخاف قوي، احس ان انا داخله. يعني ايه انا اتجوز واحد واشوف صورته اختار من الصوره؟ يبقى انا كده بختار الشكل. انا اللي يهمني الجوهر، شخصيه البني ادم دي هقبل عيوبه هيقبل عيوبي، نفهم بعض. عشان كده في فتره الخطوبه او قرايه الفاتحه، لكن انا ضد تماما الجواز اللي هو بالصور ده، ما اقدرش. تعرفوا زمان الخطبه زي ما ريهام بتقول هي ظهرت زمان في مصر وفي عصر المماليك كانت موجوده، ولكن الخطبه كان زمان بتشتغل اللي هي الست الدلاله. الدلاله دي اللي هي كانت بتبيع القماش والحراير. شفتوا زي مسرحيه رايه وسكينه والحاجات دي اللي هم اللي بيبيعوا القماش وكده والحراير، لان دايما كانوا بيدخلوا قوي مع الستات. وكانت العائلات زمان يعني بيتكسفوا ان هم يروحوا يدوروا على عروسه سوري على عريس لبنتهم، لان ده حاجه زي ما يعني ممكن تهز البرستيج بتاعهم، ولكن كانوا بيديوها فلوس علشان هي تجيب ليهم عريس وكده. وانا شايفه ان ده بالنسبه لزمان كان كويس. عارفين ليه؟ لان الناس فعلا البنات ما كانتش بتخرج، كانوا بيلبسوا لبس معين، كان مقفول عليهم قوي. بس انا يعني لو دلوقتي انا ضد موضوع الخطبه، لان انا بشوف موضوع الخطبه هو ايكوال جواز الصالونات. انا شخصيا مع احترامي لريهام طبعا وجوازتها الناجحه الجميله السعيده، انا ما اقدرش اتجوز جواز صالونات. لازم يكون في حب، لازم يكون في حب. ولا ايه رايك يا شيرين؟ انت ممكن تتجوزي عن طريق خطبه؟ بصوا، اصل انا الموضوع ده بالنسبه لي بيكون حساس قوي. يعني انا بيصعب عليا قوي فكره ان لسه دلوقتي في بنات ما بيعرفوش يبقوا اجتماعيين، ما بيخرجوش في اماكن كتير، ما بيشوفوش ناس كتير، ممكن كمان يكونوا ما بيشتغلوش، مقفول عليهم. ستيل دلوقتي برضو في بنات كده على فكره، حتى يعني ممكن يكونوا عندي في العيله. فموضوع الخطبه ده لو هو لسه موجود، هو قل جدا دلوقتي، ما بقاش متوفر وما بقاش موجود، بس كان منجز وكان بيسطر بنات كتير وكانوا بيلاقوا بعض وعلى فكره كان منهم جوازات كتير ناجحه جدا جدا. مش موجود دلوقتي بطريقه ثانيه على الانترنت. ما هي الحاجات بقى اللي هي على الانترنت والحاجات دي ما بيكونش فيها ثقه قوي. يعني دايما برضو يبقى فيها نصب، والنصب ده بيجي بكثره نفس وحالات نفسيه البنات بيدخلوا فيها يعني حاجه بصراحه مؤلمه جدا. لكن فكره الخطبه نفسها او جواز الصالونات انا مع جدا. يعني انا ما عنديش اي جدا. فاجئتيني والله يا بوسي. تتجوزي جواز صالونات؟ اتجوز جواز صالونات. انا جايبه لها عريس مثلا. يعني لو مامتك قالت لك خطبه، لو مامتك قالت لك يا شيرين احنا يوم الخميس جاي لنا عريس، اجهزي. يا سلام، عادي. اروح البيت عندنا، البس واجهز وانزل علشان اشوف العريس طبعا. واول ما اشوفه هساله انت برج ايه؟
دي نعمل لها حلقه عن الابراج بقى. انت برج ايه؟ والله الرد اللي انا منتظراه ان هو يكون البرج اللي انا بحبه هجوزه. رد وقال انا اي برج من الابراج اللي هي اللي بتجيب لي انا شخصيا نيجاتيف انرجي هرفضه على طول. ياسمين